المواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو، متضمنا الرسوم الأخرى كافة بما فيها رسوم الإدارة المحلية وبقيمة 400 دولار أمريكي للجوازات والوثائق التي تصدر بشكل فوري ومستعجل. الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أنه كل مواطنينا في الخارج هم من الميسورين، وهذا شيء غير صحيح. كيف بدي أميز بين العادي وبين المستعجل، وخاصة الآن بهالظرف الحالي؟ 400 دولار بهالظروف مو أي أحد يستطيعها، فإحنا لازم نخفف العبء. 200 دولار مبلغ قليل نسبيا، لأن معظم المقيمين خارج سوريا إما يعملون أو بذي حالة مادية جيدة. يجب أن يستثنى موضوع الطلاب. أرى أن تكون فئة واحدة مختصرة ب 250 دولار. بالنسبة لل 400 دولار أنا معه، نلغي موضوع الواسطة. يعني أنا بدل ما يطلع جوازي بيوم ما عاد في يطلع بيوم لأن أنا فلان أو فلان، بيدفع 400 دولار يطلع إذا بده إياه مستعجل. أنا مع أن تكون الشريحة واحدة وب 200 دولار للشريحتين. استهداف الضريبي بهذا الشكل أنا أعتقد أنه لم يدرس بشكل موضوعي. المسألة كل 6 سنوات تدفع مرة ولا أرى فيها ما يخصم الضار. نحن اليوم عم تحكوا على الطلاب، إذا طلعنا في جامعة بيروت جنبنا في لبنان أي قصة اليوم عم يندفع أقل شيء 10,000 دولار للطالب الواحد في السنة. هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل وتبويب. من هم المغتربون؟ أن يكون مستعجل وغير مستعجل في دفع الرسوم، أنا أراها بأنها تمييز واضح بين فقير وغني. التمييز بالرسوم لا يعني التمييز بالمواطنين، هو تمييز بالخدمة وليس تمييز بالمواطنين. عندما يريد أي شخص أن تقدم له خدمة مميزة يمكن أن تدفع له رسما مميزا. أي وضع مغترب بالخارج أفضل حالا مما هو قائم الآن، وخاصة في ظل هذه الأزمة. وتابع مجلس